السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وفي أحسن حال يا رب. هنحضر النهاردة مع بعض الكنافة بحشوة الكريمة وكمان فيها قطع من المانجا خطيرة. لو جربت الطريقة دي هتعجبك جدا، وكمان مش هتبطلي تعمليها في عزومات رمضان. لو جربتيها مرة إن شاء الله هتتمنيها من حلاوتها، سهلة وبسيطة وكمان طعمها في حتة تانية خالص. يلا نسمي الله ونخش على الطريقة على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بحضرها الشربات، عباره عن كوبايتين من السكر وكوبايتين من الميه، بنزل عليهم بنص عصره ليمونه وشويه صغيرين من الفانيليا، وبسيبهم على نار هاديه حوالي 10 دقايق. بعد كده معايا كوبايتين كبار من الحليب او اللبن، بنزل عليهم بمعلقتين كبار من النشا وكمان معلقتين كبار من الكريم شانتيه او بودره الكريم شانتيه. بقلبهم مع بعض كويس على البارد، وبعد كده بطلع على نار هاديه لحد ما القوام يتقل معايا. بعد كده معايا نص كيلو من الكنافه زي ما انتم شايفين، مقطعاه كده قطع زي ما انتم شايفين بالشكل ده، ونزلت عليه بكوبايه من السمنه السايحه. وبعد كده معايا الصينيه بتاعتي دهنتها ماده دهنيه شويه كده من السمنه حلوين، وبعد كده بنزل باول طبقه من الكنافه بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. بحط الكنافه بالشكل ده كده. انا عايزه الطبقه الاولى دي اضغطها كويس جدا علشان ما طلعش معايا الحشوه في الصينيه من تحت وتحرج مني. زي ما انتم شايفين كده هضغط عليها كويس زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. لازم الطبقه الاولى دي تكون بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. بضغطها كويس وبعد كده هنزل عليها بالكريمه، بيكون قوامها بالشكل ده زي ما انتم شايفين. واحده واحده كده هنزل عليها بالكريمه. طبعا انا مش عايزه الاطراف الصينيه بتاعتي تاخد من الكريمه علشان ما تتحرقش مني. واحده واحده كده هحط على الطرف شويه من الكنافه، ان انا اعمل عازل بين الصينيه وكمان الحشوه بتاعت الكريمه. بعد كده عندي قطع من المانجا، بصراحه بتخلي طعمها في حته تانية خالص. جربوها بالطريقه دي، انا متاكده هتعجبكم جدا. وبعد كده الطبقة الأخيرة واحدة واحدة كده بحط عليها شوية الباقية من الكنافة. ما بضغطش عليها جامد، بضغط عليها واحدة واحدة. يعني الطبقة الأولى بضغط عليها جامد وبخليها ثابتة تماما، والأخيرة واحدة واحدة كده ما ضغطش عليها جامد عشان الحشوة ما تطلعش مني. فرنك يكون شغال مسبقا على درجة حرارة 180، ما بتاخدش وقت خالص في الفرن. يعني بتاخد من 20 دقيقة ل 25 دقيقة في الفرن، وبتطلع بتكون بالشكل ده كده. اول ما بتطلع من الفرن على طول بنزل عليها بالشربات اللي انا حضرته معاكم. كوبايتين من السكر، كوبايتين من الميه، نص عصره ليمونه، شويه صغيرين من الفانيليا. لازم الشربات يكون بارد والكنافه سخنه على طول. اول ما بتطلع من الفرن بتسجيها على طول او بتنزلي عليها بالشربات زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، طعمها تحفه. وكمان مش قادره اقول لكم على حلاوتها، الصينيه دي ما بجتش. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، طعمها خطير. شايفين؟ ولو مش حابه تضيفي فيها قطع من المانجا براحتك، ممكن تستغني عن المانجا وتستكفي بالكريمه. الكريمه دي طعمها خطير لوحديها بصراحه. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. بصراحه كده تستاهل مليون لايك. حط اللايك، اوعي تنسي تحط اللايك. ولو انت اول مره تشوفيني كده يا حبيبه قلبي، بالله عليكي ما تبخلي عليا بالاشتراك وكمان الكومنت الحلو. ويا ريت تكتبي لي بتتابعيني منين بالظبط. شايفين؟ اللهم بارك، طالعه التسويه بتاعتها مظبوطه وطعمها خطير. شايفين حلاوتها؟ الله اكبر. شايفين؟ خطيره. لو جربتوها ان شاء الله انا متاكده مش هتبطلوا تعملوها في رمضان، وكمان في عزوماتكم هتشرفكم قدام ضيوفكم. اللهم بارك. شايفين حلوه ازاي؟ حطيت اللايك ولا لسه؟ اوعى تنسي تحط اللايك. حط اللايك علشان اكمل معاكم ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو افادكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.